يلا بينا نراجع الوحدة الأولى. الدرس الأول التفاعلات الكيميائية. التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط بين المتفاعلات وتكوين روابط جديدة بين النواتج. يعني مثلا دول أحمد وعلياء مخطوبين فبينهم رابطة، ودول باسم وحسناء بينهم رابطة. أكسر الروابط بينهم وأخلي أحمد ياخد حسناء وباسم ياخد علياء. كده أنا كسرت روابط المتفاعلات وكونت روابط النواتج. التفاعلات الكيميائية ليها 3 أنواع: 1. الانحلال الحراري، 2. الإحلال، 3. الأكسدة والاختزال. تقدر تشيل كلمة انحلال وتحط تفكك. انت أكيد فهمتني. أيوة، النوع ده عبارة عن إني أسخن المركب فيتفكك لعناصره الأولية. عندي 5 أنواع للانحلال، ركز هنا. 1. أكاسيد الفلزات. أكسيد يعني أكسجين O2. اتفقنا إن لما هسخن المركب هيتفكك. طيب مركب زي أكسيد الزئبق لما سخنه بيتفكك لزئبق وأكسجين. يبقى القاعدة عندي أي أكسيد فلز يتسخن يتفكك لفلز وأكسجين. معادلة التفاعل ده تتكتب إزاي؟ أكسيد الزئبق HgO سهم وعليه حرارة يدينا زئبق Hg لوحده وأكسجين O2 لوحده. نوزن المعادلة يبقى هنا 2 وهنا 2. ركز كده، أكسيد الزئبق لونه أحمر والزئبق لونه فضي. ولو سألك كيف يمكنك الكشف عن غاز الأكسجين في تفاعل تفكك أكسيد الزئبق، تقول له إيه؟ لما قرب عود كبريت من الأنبوبة بيزيد توهجه. النوع التاني من المركبات اللي لما نسخنها تتفكك هيدروكسيدات الفلزات، وهيدروكسيدات دي يعني مجموعة ال OH، ودي بتتفكك لأكسيد فلز وبخار مية. عندك مثلا هيدروكسيد النحاس، لو سخنته يتفكك لأكسيد النحاس وبخار مية. هيدروكسيد النحاس رمزه CuOH/2، سهمه عليه حرارة يدينا CuO زائد H2O. عشان تفهم الاتنين اللي تحت دي معناها 2O و2H، فالنحاس خد واحدة O فضل 2H وواحدة O، طلعوا مع بعض على هيئة H2O. مهم جدا تعرف إن لون هيدروكسيد النحاس أزرق على دماغك ولون أكسيد النحاس أسود، وطبعا المعادلة موزونة. النوع الثالث كربونات الفلزات. كربونات يعني CO3 وتكافؤها ثنائي، والمفروض إن كربونات الفلزات لما تتفكك تدي أكسيد الفلز وثاني أكسيد الكربون. زي مركب كربونات النحاس بيتفكك لأكسيد النحاس وثاني أكسيد الكربون. أهم حاجة المعادلة، النحاس رمزه Cu والكربونات CO3، التكافؤات متشابهة يبقى طير يديني CuCO3، سهمه عليه حرارة يدينا أكسيد النحاس CuO وثاني أكسيد الكربون CO2. انت دلوقتي هتقول لي يا مستر أنا طول ما انت بتشرح أنا فاهم، لكن وقت السؤال المعادلات بتدخل في بعضها. أقول لك ثواني نخلص وهربط لك ال5 معادلات ببعض بطريقة عمرك ما هتنساها. مش أنا قلت لك النحاس هنا بيشحت أكسجينة؟ نفس الفكرة، النحاس دايما بياخد أكسجينة. طيب لما ياخد أكسجينة من CO3 يتفضل كام؟ بالظبط CO2. لون كربونات النحاس أخضر ولون أكسيد النحاس أسود. ولو سألك كيف يمكنك الكشف عن ثاني أكسيد الكربون، أقول له يعكر ماء الجير الرائق اللي ربنا يعكر مزاجه. النوع الرابع كبريتات الفلزات. الكبريتات SO4 تكافؤها ثنائي، ولما تتفكك برضو تدينا أكسيد الفلز زائد غاز ثالث أكسيد الكبريت. المثال يا صديقي، كبريتات النحاس رمزها CuSO4، سهمه عليه حرارة تدينا أكسيد النحاس الأسود CuO زائد غاز ثالث أكسيد الكبريت SO3. لو لاحظت النحاس عمل إيه؟ خد أكسجينة والباقي طلع. لون كبريتات النحاس أزرق، وغاز ثالث أكسيد الكبريت ده غاز سام. النوع الخامس والأخير من المركبات اللي لما نسخنها تتفكك هو نترات الفلزات، والنترات رمزها NO3 تكافؤها أحادي، ولما تتفكك تفقد أكسجينة وتتحول لنيتريت الفلز زائد طبعا غاز الأكسجين. مثال على كده نترات الصوديوم رمزها NaNO3، سهمه عليه حرارة تدينا نيتريت الصوديوم NaNO2 زائد غاز الأكسجين O2. أول حاجة هتلاحظها إن المعادلة مش موزونة،
ولو طبقت الخطوات بتاعة فيديو وزن المعادلات هتلاقي هنا 2 وهنا 2. لون نترات الصوديوم أبيض، بعد التسخين بيبقى أبيض مصفر اللي هو النيتريت نتيجة خروج غاز الأكسجين اللي كلنا عرفنا إنه بيزود توهج عود ثقاب مشتعل. بص بقى، الخطوة الجاية دي للناس اللي عايزة تبصمج ال5 معادلات وما توجعش دماغها. من حيث وزن المعادلات، ال3 اللي فيهم نحاس موزونين، وكل اللي بنعمله إن النحاس ياخد أكسجينة والباقي يطلع. الأولى والأخيرة وزنها 2-2-2-2، وربنا يسامحنا على العك ده. من الاختراعات اللي مبنية على أساس تفاعلات الانحلال الحراري الوسادة الهوائية، ودي فكرتها إن بيكون جواها مادة أزيد الصوديوم رمزها NaN3، ولما يحصل حادثة أو العربية تقف فجأة يقوم يحصل شرر كهربي يولد حرارة، فيفكك مادة أزيد الصوديوم لصوديوم ونيتروجين في 40 ملي ثانية تقريبا. فالنيتروجين عشان خفيف وسريع الانتشار يملى الوسادة بسرعة فتحمي السواق. تاني نوع من التفاعلات الإحلال، وده أنا بسميه تفاعلات البلطجة، هتفهم ليه دلوقتي. النوع الأول من البلطجة دي بيحصل إزاي؟ يبقى أحمد ماشي في أمان الله مع خطيبته علياء في الشارع، ومعدي باسم شافهم يجي ضارب أحمد وواخد علياء منه ويسيبه لوحده، وده بنسميه إحلال بسيط، إن العنصر الأقوى والأنشط يحل محل العنصر الأقل نشاطا. النوع التاني، يبقى أحمد وعلياء ماشيين ويشوفهم باسم بس المرة دي معاه حسناء، فيقوم يبدل مع أحمد، باسم ياخد علياء وأحمد ياخد حسناء، التغيير مطلوب برضه، وده بنسميه إحلال مزدوج، إن يحصل تبادل للأيونات عشان نكون مركبين جداد. ناخد بقى الإحلال البسيط بالتفصيل. قلنا إن العنصر الأنشط بيحل محل العنصر الأقل نشاطا. طب يا مستر إزاي أعرف إن العنصر نشط أو لأ؟ عندك يا سيدي متسلسلة النشاط الكيميائي اللي العلماء اجتهدوا ورتبوا فيها العناصر تنازليا حسب نشاطها الكيميائي. وعشان تحفظ المتسلسلة دي قول ورايا. بص، بكم أخ حقر الهيدروجين نزف البلاتين والذهب. بص، الباء بوتاسيوم والصاد صوديوم، دول أنشط 2، وطبعا كل حرف من الجملة دي عبارة عن عنصر. مع نفسك بقى وعيش. أهم حاجة مهم جدا تعرف إن اللي فوق الهيدروجين يقدر يشيله، يعني يقدر يبلطج عليه، سواء الهيدروجين ده بتاع المية اللي هو HOH أو بتاع الحمض المخفف زي ال HCl مثلا. لكن العناصر اللي تحت ال H ما تقدرش تحل محله. يبقى لو قال لي علل لا يتفاعل النحاس مع الحمض المخفف، أقول له لأن النحاس أقل نشاطا من هيدروجين الحمض. أنواع تفاعلات الإحلال البسيط إيه بقى؟ 3 أنواع. 1، إن فلز نشط من اللي فوق الهيدروجين يحل محله في مركب المية، وطبعا المركب الناتج هيكون هيدروكسيد الفلز زائد هيدروجين وحرارة. مثلا لو حطينا الصوديوم في المية فالمعادلة هتكون كالتالي: Na زائد H2O سهم يدينا NaOH زائد H2 زائد حرارة. ونوزن المعادلة فنحط هنا 2 وهنا 2 وهنا 2. وفر على نفسك البصمجة وارجع شوف فيديو وزن المعادلات لو ما شفتوش. ايه بقى اللي حصل هنا؟ دلوقتي المية عبارة عن HOH والصوديوم بلطجي كبير في أول السلسلة، فيشيل الهيدروجين وياخد منه ال OH ويخرجه لوحده. ولو سألتك ازاي تكشف عن غاز الهيدروجين ده هتقولي انه بيشتعل بفرقعة عند تقريب عود ثقاب مشتعل منه. النوع الثاني من تفاعلات الإحلال البسيط إن فلز نشط يحل محل هيدروجين الحمض المخفف، وطبعا المركب الناتج هيكون ملح الحمض وغاز الهيدروجين. تعال نفهم. هنجيب أنبوبة فيها HCl مخفف ونحط مرة معاه خرسين ZN، ومرة تانية ألمونيوم Al، مرة تالتة نحاس Cu. انت أكيد أشطر مني دلوقتي في الحتة دي، قدامك المتسلسلة، فعارف إن الخرسين والألمونيوم هيتفاعلوا، لكن النحاس لأ لأنه أقل نشاطا. ممتاز قوي. بس مش هنا التركاية. بص بقى، مش الألمونيوم قبل الخرسين
يعني أنشط منه، يعني المفروض يتفاعل أسرع. هتقول لي مظبوط. لا، مش ده اللي بيحصل، لأن الألمنيوم بيتكون عليه طبقة من أكسيد الألمنيوم رمزها Al2O3، بتعزله عن الحمض وبتاخد فترة لحد ما تتاكل، وده اللي بيأخر تفاعله. وركز قوي على سؤال علل هنا. طب ازاي اكتب المعادلات دي؟ بسيطة. الخرسين ZN، حمض الهيدروكلوريك HCl، سهم واكتب عليه مخفف. الخرسين يشيل ال H يبقى ZnCl2، وقول لي انت بقى ليه 2 زائد H2. اوزن المعادلة يبقى هنا 2. المعادلة التانية الألمنيوم Al زائد HCl، سهم وعليه مخفف، الألمنيوم يشيل ال H يدينا AlCl3، وقول لي برضو ليه 3 زائد H2. ووزن بالطريقة بتاعتنا هيطلع معاك هنا 2، هنا 6، هنا 2، وهنا 3. معادلة النحاس Cu زائد HCl، سهم وعليه مخفف، يبقى لا يحدث تفاعل. النوع الثالث من تفاعلات الإحلال البسيط إن فلز نشط يحل محل فلز أقل منه نشاطا. رجعنا للبلطجة، يعني المغنيسيوم مثلا رمزه Mg، لما أضيفه على كبريتات النحاس الزرقاء اللي هي CuSO4، المغنيسيوم أنشط من النحاس، فيقول له قوم ياض اعمل شاي ويقعد مكانه، ولما يعمل شاي ويرجع يقعده على الأرض يترسب. طب لو سألتك هو ينفع يحصل العكس؟ تقول لي لا طبعا، النحاس عمره ما يقدر يشيل المغنيسيوم من مكانه. وهنا سؤال الامتحانات بتحبه، يقول لك علل ليه ما ينفعش نحط نترات الفضة في أواني من الألمنيوم. هتقول له طبعا عشان الألمنيوم أنشط من الفضة فيحل محلها، فيقوم الطبق يتاكل. طب سؤال تاني بما إنك شاطر كده، البوتاسيوم مع المية أسرع ولا المغنيسيوم مع المية؟ بالعقل كده يا مستر، البوتاسيوم طبعا، ده الكوماندو بتاع السلسلة. تاني نوع من تفاعلات البلطجة هو الإحلال المزدوج، وده عبارة عن تبادل الأيونات بين مركبين مختلفين عشان نحصل على مركبين جداد، وليه 3 أنواع. واحد، إن المركبين يكون واحد حمض والتاني قلوي، ولما يتفاعلوا مع بعض يدونا ملح ومية. التفاعل ده اسمه تفاعل التعادل. طب يا مستر معلش، ازاي اعرف ان المركب حمض او قلوي او ملح؟ بص يا سيدي، المية رمزها H2O عارفينه، اي مركب هيبدأ ب H تاني غير المية يبقى حمض، واي مركب ينتهي ب OH يبقى قلوي. لو مش في اوله H ولا في اخره OH يبقى غالبا ملح. يعني مثلا تفاعل هيدروكسيد الصوديوم اللي رمزها NaOH مع حمض الهيدروكلوريك HCl، ايه اللي بيحصل؟ هكسر المركبين، الشمال دايما موجب واليمين سالب، واخلي الموجب من هنا مع السالب من هنا، يطلع الناتج NaCl زائد HOH اللي هي H2O. معلومة ليك بقى، لو سخنت المركب الناتج المية هتتبخر ويتفضل كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام. النوع التاني إن يكون مركب حمض والتاني ملح، وعرفنا إن الحمض أوله H والملح لا أوله H ولا آخره OH. عندك مثلا كربونات الصوديوم Na2CO3، ده ملح لما أضيفه على حمض HCl اللي بيحصل هنكسر المركبين، الموجب ياخد السالب والموجب ياخد السالب، يطلع الناتج كلوريد الصوديوم NaCl زائد H2CO3. واخد بالك المركب ده بادئ ب H، ده اسمه حمض الكربونيك، وده بيتفكك بسرعة جدا لمية وثاني أكسيد الكربون. وطبعا انت عارف ان ثاني أكسيد الكربون بيعكر ماء الجير الرائق، والتفاعل ده بيكون مصحوب بفوران. دلوقتي قدامك 3 أنابيب، عايزك تحدد مين مش هيحصل له تفاعل ومين الأنبوبة اللي هيحصل فيها فوران وتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. وقف وحل قبل يلا. طبعا في الأنبوبة الثالثة النحاس أقل نشاطا من ال H اللي هو الهيدروجين، فمش هيقدر يشيله فلا يحدث تفاعل. وفي الأنبوبة الأولى ملح كربونات الصوديوم لما يتفاعل مع حمض ال HCl
بيكون مصحوب بفوران وتصاعد غاز CO2. النوع الثالث إن المركبين يكونوا أملاح، بس طبعا لازم يكونوا في مية، بنسميهم محاليل أملاح، والتفاعل ده دايما بيكون راسب، وكلمة راسب يعني ملح لا يذوب في الماء. يبقى لو سألتك نوع من التفاعلات بيكون مصحوب بتكوين راسب، مين هو؟ تقولي تفاعل محاليل الأملاح مع بعضها. ناخد مثال يوضح الدنيا. دلوقتي كلوريد الصوديوم NaCl لما أضيفه على نترات الفضة بيتكون عندي راسب أبيض من كلوريد الفضة اللي رمزه AgCl، زائد نترات الصوديوم اللي رمزها NaNO3. هتلاحظ ان كسرت المركبين والموجب هنا خد السالب هنا والعكس زي كل مرة. ولو سألني هنا علل ليه بيتكون راسب أبيض، أقول له عشان بيتكون كلوريد الفضة اللي ما بيدوبش في المية. النوع الثالث والأخير من أنواع التفاعلات الكيميائية هو الأكسدة والاختزال. ببساطة كده ليها مفهومين، مفهوم تقليدي أو قديم ومفهوم إلكتروني أو حديث. المفهوم التقليدي ده اللي كان العلماء مفكرينه زمان واكتشفوا إنه مش بيتطبق على كل المعادلات، فعملوا المفهوم الحديث. حسب المفهوم التقليدي فكلمة أكسدة معناها اكتساب أكسجين، يبقى طبعا اختزال فقد أكسجين. ناخد مثال يوضح الدنيا. أكسيد النحاس الأسود لما نمرر عليه غاز الهيدروجين بيسرق منه الأكسجين فيخلي لونه أحمر ويتكون بخار المية زائد النحاس لوحده. دلوقتي خليني أسألك، مين حصل له عملية أكسدة؟ هتقولي الهيدروجين، ما كانش معاه أكسجين فاكتسب أكسجين، يبقى حصل له أكسدة. لكن النحاس كان معاه أكسجين ففقده، يبقى حصل له اختزال. ممتاز قوي. بص بقى، اللي يحصل له أكسدة يبقى عامل مختزل، لأنه خلى العنصر التاني يحصل له اختزال، والعكس طبعا. طب يا مستر أنا دماغي لفت. بص يا سيدي، هتحفظ جملة اكتساب أكسجين أكسدة وتعكس الباقي، هتلاقي الدنيا تمام معاك. تعال نجرب هنا. قدامك تفاعل الكربون مع أكسيد النحاس بالشكل ده. حدد عملية الأكسدة، عملية الاختزال، العامل المؤكسد، العامل المختزل. أول خطوة، حط الجملة دي قدامك، اكتساب أكسجين أكسدة. مين اللي اكتسب؟ الكربون ما كانش معاه، بقى معاه أكسجين، يبقى حصل له عملية أكسدة، يبقى عامل مختزل على طول. طيب مين فقد الأكسجين؟ النحاس كان معاه أكسجين ما بقاش معاه، يبقى حصل له عملية اختزال، يبقى عامل مؤكسد. بس يا سيدي، ده كان المفهوم التقليدي. العلماء اكتشفوا إن مش كل التفاعلات فيها أكسجين وهيدروجين، لكن كل التفاعلات فيها أكسدة واختزال، فعملوا المفهوم الإلكتروني. تفاعل زي الصوديوم مع الكلور عشان يدينا ملح كلوريد الصوديوم مفيش أكسجين ولا هيدروجين، فقالوا إن عملية الأكسدة عبارة عن فقد إلكترونات والاختزال العكس. يبقى هنا نحفظ جملة إيه؟ زيادة شحنة أكسدة. هفهمك بالمثال ده. عشان أعرف العامل المؤكسد والمختزل، أول حاجة أقسم المركبين نصين، الشمال موجب واليمين سالب. العناصر اللي لوحدها شحنتها دايما زيرو. لو طلعت من الصفر لقيت الشحنة زادت يبقى حصل أكسدة، لو قلت يبقى اختزال. وطبعا الأكسدة عامل مختزل، واللي يحصل له اختزال عامل مؤكسد. توضيح بسيط، احنا قلنا الأكسدة فقد إلكترونات وزيادة في الشحنة عشان الدنيا ما تدخلش في بعضها. آخر حتة في الأكسدة والاختزال، لو اداني معادلتين بالشكل ده وقال لي مين فيهم معادلة أكسدة ومين اختزال، أعرفها ازاي؟ احنا قلنا الأكسدة فقد إلكترونات، فالإلكترونات هتلاقيها دايما بعد السهم، لكن لو قبل السهم يبقى اختزال. بس كده.